ايه ده؟ ادم معروف. صباح العسل حبيب اخوك، عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله كله فل. انا بحب حضرتك جدا من زمان على فكره حبيبي ربنا ايام فيديوهات خدمه العملاء والفيديوهات المضحكه دي بحبك قوي ربنا والله. يخلي حضرتك. ينفع اتصور مع حضرتك؟ يا عم حضرتك تتصور حضرتك معايا؟ ايه بس تعال تعال يا عم. عناية لحضرتك، ربنا اتفضل. يبارك لك. شكرا ليك لحضرتك قوي. ده طلع طيب قوي. طب ما تيجي احكي له على دنيتي وظروفي. استاذ ادم بعد اذنك انا محتاج بس حضرتك في دقيقتين، ينفع اتكلم مع حضرتك شويه؟ لا دقيقتين، لا دقيقتين كتير قوي، لو 3 ساعات انا موافق. تعالى يا عم، تعالى نشرب حاجة. تعالى يا عم، تعالى اتفضل. حبيبي انا مش مصدق نفسي والله، حضرتك طلعت محترم جدا وطيب جدا، كل حاجه حلوه فيك. اتفضل. حبيبي شكرا. اتفضل. تشرب ايه؟ يا عم اقعد، انت واقف ليه؟ اقعد حبيبي اقعد بيضك وما تروح. تشرب ايه؟ ولا اي حاجه. ما هتنجز تشرب ايه؟ ولا اي حاجه. احسن، لان انا ما عنديش حاجه، عندي بس قهوه. بس تشرب قهوه؟ ماشي. طيب قول. انا كنت بس جاي اقعد احكي معاك كده واحكي لك ظروفي ودنيتي ظروفك وجواباتك، قول يا عم. انا جيت هنا زياره ومخالف وشكلي هخالف فاهم، فالدنيا معايا ملخبطه خالص، مفيش حته اقعد فيها. ف حتى مش عارف اصرف على اهلي فاهم. ف لو تقدر تساعدني يعني في الموضوع ده. انت اصلا جاي زياره؟ انت منين؟ من اسكندريه، من جهتك. ماشي يا عم. حبيبي يعني انت اصلا جاي اصلا زياره اصلا؟ جاي زياره. طب انت جاي ما جيتش على شغل او جيت على اي حاجه او؟ لا والله. انت جيت مطرح ما تدق لها بقى وخلاص. اه. هو انت بتقعد فين بقى؟ بس فين؟ ماليش حته بات فيها. يا عم يعني الجيرة ومش الجيرة والكلام الفاضي ده. يا عم اقعد، اقعد هنا يلا. هنا. اقعد. لا بص والله العظيم الكنبة دي اقسم بالله الكنبة بتاعتك. والله واقسم بالله ورحمة ابويا ما تكون من عليها. اقعد يا عم. يلا نتكلم عن الاكل والشرب. بيتهيألي عندي 2 براطة جوه، انا واحدة وانت واحدة وربنا يكرم. ربنا يبارك لك. لحد ما نشوف كده هيحصل ايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. خلاص. خلاص. اقعد نام. نام بدل ما انت عينك حمرا نام افرش ونام. لا من غير الكوتشي، من غير الكوتشي. حاضر. يلا. او ما على كوتش. والناس في عيني حاجة وانت. يلا يا معلم برنسي. يا باشا مفيش هنا نوم، يلا عشان ربنا يكرمنا. انت ما نمتش بقالك قد ايه؟ يلا اصحى. صباح العسل. صباح الفل. اصحى. حاضر. اصحى برنس. انت نايم 24 ساعة؟ 24 ساعة يوم. من التعب والله. اه تشرب قهوة؟ ناكل الأول؟ ناكل. طب أنا محضر الفطار مثلا. بقول لك إيه، أنت مش إمبارح بتقول لي عندك تيك توك وبتاع؟ عندي تيك توك بس بالرقم المصري. طب ما تطلع لايفات يعني إيه بالرقم المصري؟ ما تطلع لايفات عادي ما المشكلة مش عارف اطلع لايفات لان الحساب بالرقم المصري، الرقم المصري ده ضاع مني في مصر. يعني أنت ما تقدرش تحط حساب بنكي ولا تعمل أي حاجة؟ ما اقدرش اعمل اي حاجة. يا عم سهل. يعني أنت لو غيرنا الرقم تعرف تحط أي حساب بنكي والفلوس تجيلك عليه؟ يا عم والله ثانية واحدة. رحمة أبويا لا غير لك، ورحمة أبويا لا غير لك الرقم. استنى يا عم ثانية واحدة. أحمد تيك توك. أيوه. مهم. صباح الخير يا استاذ احمد، عامل ايه؟ بقول لك في واحد اخويا يعني اخويا جدا اقسم بالله. عايزين نغير له موضوع الرقم. عايزينك تكلم له الدعم عشان نعمل له طلب بتغيير الرقم، عشان الاكونت بتاعه يحط عليه حساب بنكي ويقدر يطلع لايفات وكده، عشان الظروف هنا معاه مش نافعة خالص وعايزين نعمل اي حاجة يعني نقف جنبه من الاخر فبعد اذنك انا طالب منك بس الطلب ده معلش.
باشا نعم. قدر يا باشا، الرقم اتغير وهتطلع لايفات ان شاء الله وتخرب الدنيا وربنا يكرم ونشوف لك شغل كمان ونخلص موضوع الاقامه بتاعتك وشغلك وكل حاجه تبقى زي الفل. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. حبيبي. يلا عشان نفتح، يلا. عشان نفتح، يلا. يلا بينا. كده معلمي خلاص، وكده الاكونت بتاعك اتعمل والحساب البنكي مربوط، واطلع يا باشا لايف واي فلوس تجيلك يا باشا. موضوع خلاص. انا مش مصدق نفسي، انا اقسم بالله ما مصدق نفسي يا جدع. يلا. اخيرا هطلع لايف، اخيرا اخيرا اقسم بالله ما مصدق. انت هتطلع القمر. والله ما مصدق. انا عايز اقول لك ان والله العظيم ما ابويا ما عملش معايا كده، ابويا سابني ومشى. والله العظيم 3. ده انت ابويا التاني. بس اقسم بالله. يلا ربنا يرزقك. حبيبي. انا رايح عندي شغل، عندي مشوار، رايح الجيم. ماشي. عندك جيم؟ باخدك معايا الجيم تظبط دنيتك وتطلع لك لايف، ربنا يكرمك. باخدك معايا الجيم ونجيب لك كام طقم كده ونروق الدنيا قشطه ونظبط الكلام. قشطه. عايز تخش تاخد شاور تروق حالك، البيت بيتك. خلاص. خلاص. يلا معاك. فل. يلا سلام يا ابني جهتي. سلام يا غالي. بعد اذنك يا دهب. يا عم بعد اذنك ايه؟ بقالك شهر ونص فبقى قاعد في بيتي واكلين وشاربين وخارجين ومتفسحين وتقول لي بعد اذنك؟ ما تقول قول لي بقول لك ايه يا ادهم؟ مش احنا واحد؟ واحد طبعا. واحنا اخوات؟ اخوات. وانت قلت لي مش عارف ابويا سابني وهرب بان ولا مشى؟ نعم. ها؟ عايز قلت لي انت ابويا التاني، حصل. وقعدت تقول لي انت ابويا التاني انا ماليش غيرك. حصل. اطلب عايز ايه يا صاحبي؟ اتفضل. بصراحة عايز اطلع معاك لايفات كده عشان الدنيا بايظة عندي في اللايف. انت عايز بقى تنافسني في اكل عيشي وعايز تبقى بقى جامد بقى وكده، صح؟ انت كده بتيجي عليا، خلي بالك. سيبني افكر كده شويه واقول لك. للاسف بما انك ابن جهتي يا عم هنطلع لايفات ونخرب الدنيا، وعناية ليك، وكده كده احنا ملناش غير بعض في الغربه، وعناية ليك. يا تؤمر بقى اوامر تانية يا معلمي؟ حبيبي. اي اوامر تانية والله العظيم. حبيبي. معاك فلوس؟ ده كل فل الفل. عامل ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، ادهم معروف ده هتخش تقعد تشتم فيه في اللايفات وتقول عليه كل حاجه وحشه، وهتقعد تقول ان هو سارق منك فلوس وقول عليه كل حاجه، واحنا هنديك مقابل ده دعم، وهنديك مقابل دوت كل حاجه نفسك فيها، وهنعمل لك كل اللي نفسك فيه مقابل ان انت تشتمه وتسوق سمعته وتقعد تقول ان هو سرقك وان هو عملك، وكل شوية في نص الكلام تقعد تقول عندي الدليل عندي الدليل عندي الدليل، عشان الناس برضو تطمن. واحنا هنقعد نعللك اللايف بتاعك وانت اقعد اشتم فيه وقول عليه كل حاجة وحشة، وهندعمك بمبالغ كبيرة قوي. ايه رأيك؟ بس بقول لك ايه، انا كنت قاعد في الشارع، ادم معروف هو اللي جه اخدني بالتاكسي، ما كنتش لاقي حته اقعد فيها. الراجل قعدني في بيته، اكلني شربني. يا عم تاكسي اللي انت بتقول عليه؟ افتح لايف وهتخليك تركب 100 تاكسي، وهتاخد سكن لوحدك، وهننزل لك دعم، وهنعمل لك كل حاجة. هتقعد تشتم في الراجل هيجي لك فلوس، ولا هتحتاج ادهم ولا هتحتاج غيره، وانت اولى. ولا انت حابب تفضل طول عمرك يعني قاعد معاه؟ اقول لك يا قلبي، بص انا خدت بيت جديد تمام، فانا هاخد العفش وكل حاجه ورايح البيت الجديد. البيت ده بتاعك مدفوع، بص لسه شهرين قدام، شهرين واسبوعين حاجه كده، يعني داخل في ال3 شهور. اقعد، وانا كده كده دافع الايجار وعادي هو بيتك وبس. والله العظيم انا لو الظروف سامحه والله لكنت اجيب لك عفش، بس والله العظيم انا اسف، دي ظروفي. عايز تيجي تقعد معايا في البيت الجديد انا ما عنديش مشكله، عايز تقعد في البيت ده برضه اقعد فيه، انا ما عنديش مشكله. شوف اللي يريحك واعمل. والله العظيم اقسم بالله حقك عليا، انا كان نفسي اجيب لك عفش او اي حاجه، بس والله انت عارف الظروف. شوف انت عايز ايه يا حبيب قلبي وقرر. اوكي؟ لا 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 لا، خليني انا قاعد هنا، انا هتصرف. انا كده كده لما طلعت لايفات الفتره اللي فاتت ربنا كرمني. يا جدعان، ادم معروف ده راجل نصاب، اخد مني فلوسي وبياخد من الناس فلوس ونصب عليا في حاجات كتيره، ومعايا الدلائل. انا معايا الدلائل، معايا الدليل. يا جدعان ده عيل جعان اصلا، هو اللي كان بيجي لي عشان اخرجه واجيب له اكل واجيب له حاجات وخروجات وفسح ودنيا، هو اللي اقسم بالله اللي كان بيجي لي. معروف ده اللي كان قاعد بيحاول يتعرف عليا، تمام؟ هو اللي كان كل شويه يقول لي انا عايز اتعرف عليك عايز اتعرف عليك عايز اتعرف عليك، وفي الاخر انا بقول له لا، ايه الاشكال؟ يا ابني رد عليه، ده قاعد في بيتك اللي بفلوسك وبيشتمك،
منه لله الله يرحم لما كان بيقول لك نفسي اتعرف عليك ولميته من الشوارع. انت اللي علمته اصلا باب الرزق بتاعك. في الاخر بيشتمك وانت قاعد ساكت ما بتردش عليه. اهو طلع الشات ولا اعمل اي حاجه بدل ما انت قاعد ساكت كده. هو انت تفتكر يعني لو انا طلعت الشات ولا وريت الناس وهو كان بيتحايل عليا ان هو يعرفني ولا تفتكر ان ده هيفرق حاجة يعني؟ هيزودني في حاجة؟ تفتكر اي كلمة حد بيقولها عليا تفتكر هتقلل مني او تزود مني او اي حاجة؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ هو الظاهر كان ابوه عنده حق لما سابه ومشى، الظاهر كان عارف ان هو مش كويس او حاجة. ما هو الظاهر ان في ناس بتربي بتخلف وبتنسى تربي باين. فيلا مش مشكلة، ملحوقة. كمان اخد الحق حرفة زي ما بيقولوا، ما بيتاخدش كده. كمان سيبك من اللي يقعد يشتم في النت ويقعد يعمل لك فيها بيطير وبتاع، كلها بتيجي قدامك بتقعد تعيط وبتقعد تعمل. سيبك من شغل النت والسوشيال ميديا وبتاع، ما كلها بتتكلم. يلا الحمد لله. وانا لما جيت عملت خير عملت عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر مستني حاجة. يعني انا يعني الناس اكيد فاهمة والناس كلها عارفة ان انا اكيد مثلا مش هيطلع لي مصلحة او هيطلع لي حاجة من حد زي ده او من ناس زي دي. يعني ما اظنش ان الناس دي مثلا ممكن ترفع واحد او تساعد واحد لمجرد ان انا اعرفه. فاكيد انا لو عرفت الناس دي فعرفت عشان حاجة واحدة، عشان خاطر ربنا مش اكتر. بس يلا الحمد لله. وكده كده الايام بتدور وتلف، والحق بيجي لاصحابه، وربنا يمهل ولا يهمل، ما تقلقش. سيبك من الكلام دوت وكبر.